النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير اسم شبكة الواي فاي، ونقدر نغير باسورد شبكة الواي فاي، ونقدر نعمل اخفاء لشبكة الواي فاي، ونقدر كمان نختار حماية كويسة لشبكة الواي فاي. طبعا النهارده هنستخدم راوتر اورنج الفي دي اس ال، الراوتر الجديد الفائق السرعات اللي هو اللون الاسمر اللي هو البلاك. تمام، ده الراوتر احدث راوتر في شركة اورنج اللي هو اتش 188 اي. تمام، احنا النهارده هنبدأ نفتح على الموبايل بتاعنا، لان احنا هنقدر نغير باسورد الشبكة ونعمل اعدادات الواي فاي عن طريق الهاتف المحمول. هتفتح متصفح جوجل كروم خالص وهتبدأ تكتب هنا 192 وهنعمل دوت 168 دوت 1.1. تمام، بعد كده هنقول ابدأ. هيبدأ يفتح معانا زي كده بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا جايب لك هنا موديل الراوتر اتش 188 اي. طبعا في يوزر نيم وباسورد، اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر بتاعك. تمام، انا بالنسبه لي كاتب اليوزر نيم، هنكتب يوزر، تمام، كل الحروف سمول يوزر. تمام، ولكن الباسورد طبعا انا مغيره عشان ما اقعدش ابص كل شويه على ظهر الراوتر والكلام ده كله، وكاتبه حروف سهله جدا خالص. حضرتك برضو لو حابب تغير باسورد صفحه الراوتر تقدر تسيب لي كومنت اسفل الفيديو، وان شاء الله هخليك تبدا تغيره، تكتبه اسم سهل جدا بتاع صفحه الراوتر عشان يكون سهل، بدل ما بنقعد نكتب كل شويه نقلب الراوتر ونقعد نكتب حروف وارقام ومش عارف ايه وحاجات كتير. ممكن نخليه سهل يبقى انت حافظه زي ما انا حافظه كده بالظبط. انا بالنسبه لي كاتب الباسورد احمد كل الحروف سمول، بعد كده ببدا اعمل حرف الاد، بعد كده ببدا اعمل حرف الاي كابيتال، بعد كده بعمل واحد وببدا اضغط على لوج ان. انت بقى بالنسبه لك هتكتب يوزر، بعد اليوزر هتبدا تكتب ال الباسورد اللي في ظهر الراوتر. تمام، بالاخص راوتر اورنج، انا بتكلم عن راوتر اورنج ده بالنسبة لشركة اورنج. طبعا اليوزر نيم يوزر بالنسبة لشركة اورنج، والباسورد بتلاقي حروف كبيرة وصغيرة زي ما قلنا كده، انا مغيرها طبعا. وبرضه زي ما قلت لك سيب لي كومنت وانا ان شاء الله هنبدأ نغير مع بعض الحروف ديت ان شاء الله، عفوا الباسورد ده ان شاء الله. لو حضرتك بقى تبع شركة وي أو فودافون اتصالات، طبعا هو نفس الراوتر، كله بيستخدم الراوتر اتش 188 اي، فهتكون نفس الاعدادات هي واحد، ولكن بتختلف من اليوزر نيم والباسورد اللي هم بيكونوا في ظهر الراوتر، بيختلفوا من راوتر لراوتر. ممكن راوتر بتاع وي مثلا كمثال ممكن تلاقي ادمن كده يعني، فهي اليوزر نيم والباسورد بيختلف من شركه لشركه. فحضرتك لو حابب هتعمل نفس الاعدادات، ولكن بص في ظهر الراوتر عندك شوف هو مكتوب ايه وابدا طبق زي ما انا هطبق كده بالظبط. لو وي اورنج فودافون اتصالات هنعمل لوج ان، هيبدا يفتح معايا بالشكل ده كده. بعد كده هختار حاجه اسمها لوكال نتورك، هتلاقي لوكال نتورك هنضغط عليها. بعد كده هنبدا نضغط كده، نيجي من على الشمال وهنبدا نضغط على دبليو لان، عفوا دبليو لان. تمام، بعد جبنا دبليو لان هنبدا نعمل كده، وهنجيب دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن هنضغط عليها. تمام، بعد كده هنبدا نكبر، هنبدا نقفل كده. طبعا انت شوف انت اي شبكه انت مختارها. انا بالنسبه لي الراوتر ده فيه 8 شبكات، انا بالنسبه لي مختار شبكه رقم 2. شوف انت على شبكه رقميه 1 2 3 لحد 8، شوف انت على اي شبكه وابدا اضغط عليها. تمام، انا على اس اس اي دي 2 هبدا اضغط عليها كده. تمام، هتفتح معايا هنا بيقول لك اس اس اي دي نيم. اس اس اي دي نيم تقدر تكتب الاسم اللي انت عايزه. انا ممكن بدل ما انا كاتبها حرف الايه ممكن اكتبها احمد مثلا. تمام، كده انا غيرت اسم شبكه الواي فاي. تمام، الاختيار الثاني هتلاقي اس اس اي دي هايد. اس اس اي دي هايد انا محدد عليها اون ديت، يبقى انا عملت اخفاء للشبكه. يعني اس اس اي دي هايد دي خاصه باخفاء شبكه الواي فاي او اظهارها. تمام، فانت مجرد هتضغط على اون، هتعلم على اون كده زي ما انا عامل اون كده، اس اس اي دي هايد اون كده، انت عامل اخفاء لشبكه الواي فاي. لو عملت اوف هتبدا تظهر شبكه الواي فاي لاي حد. تمام، طبعا هنا هنيجي الاختيار اللي بعد كده، هنبدا نختار الحمايه. هتبدا تختار الحمايه مثلا اقوى حمايه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنا بيجي يقول لك
الباسورد بقى بتاعت الواي فاي. تغيير الباسورد انا همسح كده مثلا، ممكن اجي اكتبه اي حاجه. تمام. هنا كلمه شو باسورد لو حددت عليها تشوف انت كتبت ايه بالظبط. بعد ما بتكتب الكلام ده كله، شوف بقى انت الباسورد كتبت ايه، بتبدا تضغط على ابلاي. ضغطت على ابلاي، هو سيف لك البيانات، كل البيانات اللي انت عملتها، او حفظ لك البيانات اللي انت غيرتها. مجرد هتضغط على ابلاي. تمام. تضغط على كلمه ابلاي. تمام كده انت سيفت الباسورد، وسيفت كل حاجه انت عملتها في اعدادات الواي فاي. تمام. يعني اس اس اي دي نيم ده تغيير ده خاص باسم الشبكه. اس اس اي دي هايد ده خاص باخفاء الشبكه. لو عملت اون خفيت الشبكه، عملت اوف فتحت الشبكه وظهرت لكل الناس. الاختيار اللي بعد كده هتلاقيه دي الحمايه. الاختيار اللي بعد كده ده بتاع تغيير باسورد الواي فاي. اتمنى اكون افدتكم. الراوتر موديل اتش 188 اي. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.